ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي ممكن نعمل اشكال مختلفة من الانيميشن. دلوقتي انا عندي لستة فيها شوية لوجوز لشركات وهمية مش حقيقية، وانا عايز اعرض باللستة دي زي سكرول بار او زي كاروسل تكون عبارة عن الكلاينتس اللي انا بقدم لها السيرفيس او الخدمة بتاعتي. فتعالوا نشوف مع بعض ازاي ممكن نعمل حاجة زي كده. اول حاجة هعملها هعمل الفريم اللي انا هشتغل فيه، فهدوس على F من الكيبورد وهاجي في الديسكتوب وهختار ماك بوك برو 16 انش، وهقول لكم احنا ليه اخترت الفريم ده بالذات. تاني حاجة انا عندي اللوجوز بتاعتي انا حاططها في اوتو لاي اوت، وعاملهم هوريزونتال لاي اوت من هنا، وسايب مسافة 128 بين كل لوجو والتاني. فهاجي دلوقتي وهاخد الفريم دوت كت وهحطه جوه الفريم اللي انا هشتغل فيه. هعمل بيست وهسنتره هوريزونتال وفيرتيكال. تاني حاجة هعملها هحط تايتل بسيط وديسكريبشن عشان اعرف السيكشن بتاعي، فهقول ان ده our clients، وهديله كمان description صغير. هقول ان these are our، او هقول we are happy to represent our services to these loyal clients، وهظبط الشكل بتاعهم وهعملهم كبر ده شوية عشان يبان، وهعمل له اوتو لاي اوت وهسنتر في النص، وهاجي ده مع الايكونز بتاعتي وهعملهم اوتو لاي اوت بالشكل ده. هسيب بينهم مسافة 64. تاني حاجة هعملها اسنتر ده بس في النص. تاني حاجة هعملها ان انا هاجي على الحاجة اللي انا عايز فيها سكرول اللي هي اللوجوز بتاعتي. دلوقتي انا عاملها اوتو لاي اوت، وزي ما احنا شايفين هم عندي لوجوز كتير جدا طالعين بره الفريم الاساسي بتاعي. فهعمل ايه؟ هاجي وانا ماسك الاوتو لاي اوت بتاعي هدوس عليه رايت كليك، وهاجي هعمل هنا فريم سيلكشن، والفريم اللي انا عملته هصغر الويدث بتاعه لحد ما يوصل لحد ما يوصل لحجم الفريم الاساسي اللي هو الماك بوك بتاعي. بس كده. وهاجي على الفريم اللي انا عملته هعمل له سيلكشن، وهاجي في تابة البروتوتايب من هنا اختار عليها، وهاجي في الاوفر فلو، وبدل ما هي نو سكرولينج هقول له اعمل لي سكرول هوريزونتال. بس كده كده اكون خلصت اول انيميشن عندي. اشوف منين ان الانيميشن ده اشتغل؟ هاجي في البروتوتايب وهعمل سيلكشن على الفريم كله وهقول له شو بروتوتايب سيتنجز، وهاجي من الديفايسز وهختار الديفايس اللي انا عامل على اساسه الفريم. انا ليه ما اخترتش الفريم بتاع الديسكتوب الاساسي اللي احنا بنشتغل فيه؟ علشان هنا في الديفايسز مفيش ديفايس على حجم الفريم اللي هو 1440. عشان كده اخترت الماك بوك برو علشان دوت للديفايس اللي انا اقدر اشوف عليه الانيميشن او الفريم بتاعي. فهختار ماك بوك برو 16 انش زي ما اخترت الفريم، وهسلكت الفريم وهاجي هنا هقول له بلاي او ريبريزنت، وهنستنى لما البروتوتايب يحمل، وهلاقيه حمل صح على حجم الديفايس بتاعي. ولو انا جيت مسكت الليسته بتاعتي وجيت سحبتها يمين او شمال هلاقيها بتعمل معايا سكرول، وده اللي انا كنت عايزه بالظبط. وبكده نكون عملنا اول انيميشن. هقفل الصفحه دي، هرجع للديزاين. تاني انيميشن عندي لو انا عايز اعمل كاروسل تكون زي سلايد شو. انا دلوقتي عندي 4 صور انا جايبهم،
هنعمل منهم السلايد شو اللي احنا عايزينه. فانا عندي الاربع صور حاططهم في اوتو لاي اوت، هسيب بينهم مسافة 64، والاوتو لاي اوت نفسه هعمل عليه برضو فريم سيلكشن، وهاجي هصغر الفريم يكون على حجم اول صورة بس، يكون الفريم الكبير اللي انا عملته دلوقتي على حجم اول صورة بالشكل ده. تاني حاجة هعملها ان انا هاخد من الفريم ده، هاخد منه 4 نسخ، علشان 4 نسخ على عدد الصور اللي جوه الاوتو لاي اوت او اللي جوه الفريم. لو انا عندي صور اكتر من كده هعمل نسخة من الفريم ده على عدد الصور اللي موجودين جوه الفريم. تاني حاجة هعملها ان انا هعمل سيلكشن للاوتو لاي اوت اللي جوه الفريم اللي انا عملته، وهبدأ ان انا احرك، اجيب تاني صورة تكون مع بداية الفريم اللي هو الفريم اللي انا عملته بالفريم سيلكشن، هحرك لحد ما اوصل لحد هنا. اعرف منين ان انا كده وصلت صح؟ لو انا جيت عملت سيلكشن على الفريم هلاقي الحد بتاعه وصل مع بداية الصورة، يبقى انا كده وصلت صح. ونفس الكلام في الفريم الثالث، هسلكت الاوتو لاي اوت هحركه لحد ما يوصل مع بداية الفريم بالشكل ده، لحد ما اوصل الصورة لحد الفريم. ونفس الكلام في الصورة الرابعة. اخر صورة بتبقى اسهل واحدة، لان انا بكل بساطة هاجي هسلكت الاوتو لاي اوت، وهاجي هنا هقول له align right، وهو سوري انا ماسك الفريم الغلط، هاجي هسلكت الاوتو لاي اوت وهقول له align right، وهو اوتوماتيك هيظبطها لي صح. طيب دلوقتي كمان هاجي ان انا هسلكت كل فريم وهقول له كليب كونتنت، لان انا عايز اخفي بقيه الصور اللي بره الفريم، مش عايز اظهرها، انا عايز اظهر الصوره اللي جوه الفريم فقط. فهسلكت الفريم وهقول له كليب كونتنت، هيخفي لي الصور الخارجيه اللي بره الفريم اللي انا مش عايزها تظهر. وبكده نكون جهزنا الصور او السلايد شو بتاعي. انا بس عندي الصورة دي غلط، هرجع اظبطها، بس ان انا بالشكل ده. تمام. دلوقتي هنيجي نعمل الانيميشن بتاعنا. انا عندي الاربع فريمات بالاربع صور اللي هيعملوا السلايد شو، فهاجي هعمل البروتو تايب الاول. وانا في صفحة الديزاين هاجي هعمل سيلكشن على الاربع فريمات اللي انا عملتهم، وهاجي هنا وهدوس على السهم ده او هدوس رايت كليك وهختار create component set، وهنشوف مع بعض انا ليه عملت كده. بعدين هرجع على البروتوتايب وهمسك فريم اوصله بالفريم التاني، وعلشان اعمل سلايد شو يكون بوقت معين يشتغل اوتوماتيك من غير ما انا ادوس عليه او اجي جنبه، بختار افتر ديلي. افتر ديلي هي اللي بتحدد لي بتعمل السلايد شو او الانيميشن بتايمر من غير ما انا اجي جنبه خالص. باجي من هنا من فوق بحدد الوقت بتاع التايمر بتاعي او بتاع الانيميشن بتاعي، فانا هقول له خليهولي 2000 ملي سكند اللي هم عبارة عن ثانيتين. وهاجي تاني حاجة ان انا اختار الانيميشن، شكل الانيميشن هيبقى عامل ازاي. شكل الانيميشن انا بختار سمارت انيميت، وهاجي من هنا وهختار ايز اوت، وهاجي هنا عندي الوقت بتاع الانيميشن هخليه 500 ملي سكند، وهطبق نفس الانيميشن على بقية الفريمات. هاجي وهسحب من هنا اوصله بالفريم التاني، هقول له افتر ديلي خليهم لي 2000 ملي سكند، وايز اوت سمارت انيميت 500 ملي سكند، وهكمل اوصل الفريم ده بالفريم الرابع، وبرضو افتر ديلي و2000
ملي سكند. دلوقتي انا وصلت الاربع فريمات ببعض، بس في مشكلة هتواجهنا، ان هو دلوقتي هيجي عند اخر فريم وهيقف. طيب انا عايزه ان هو لما يجي عند اخر فريم يرجع تاني يعيد لي الانيميشن ويوصل لاول فريم. فهاجي ان انا هوصل اخر فريم اوصله باول فريم عندي بنفس الطريقة، وهقول له افتر ديلي و2000 ملي سكند. وكده نكون جهزنا الانيميشن بتاعنا. علشان اعرضه هاجي هعمل فريم تاني وهقول له ماك بوك برو. طيب هعرض الانيميشن ازاي؟ انا دلوقتي بعد ما عملته كومبوننت سيت هاجي هنا في التاب بتاعت الاسيتس هلاقي الكومبوننت سيت بتاعتي كومبوننت 1 موجودة عندي. كل اللي هعمله ان انا هعمل لها دراج وهاجي هنا وهعمل لها هدخلها جوه الفريم بتاعي، هعمل لها align center وهندوس play، والانيميشن بتاعنا هيشتغل زي ما احنا كنا متوقعين بالظبط زي ما احنا ظبطناه. طيب انا ليه عملته component set؟ انا عملته component set علشان ان انا اقدر اخلي الانيميشن كله في component واحد، ما احتاجش ان انا اعمل الانيميشن في الفريم بتاعي نفسه، وكمان شكله مش هيبقى الطف حاجه. فهو دي الطريقه الصح، ان انا بعمل الانيميشن في كومبوننت بره، وكمان ان هو بيخليني اوصل الفريمات ببعض بطريقه صحيحه في البروتوتايب لما باجي بعمل انيميشن، علشان الانيميشن اوبشنز بتاعتي تتفتح. كمان ساعات لما انا ببقى مش عاملهم كومبوننت سيت مع بعض، في بعض الاوبشنز في الانيميشن بتبقى مقفوله، لازم ان انا ابقى اعملهم كومبوننت سيت علشان الاوبشنز دي تبقى مفتوحه لي. طيب هنقفل التابه دي كده، اتاكدنا ان الانيميشن بتاعنا شغال مظبوط. هنيجي نعمل الانيميشن التالت. ايه هو الانيميشن التالت اللي هنعمله؟ هنعمل مع بعض انيميشن ان انا بكل بساطة لما بهوفر او باجي بالماوس على زرار يطلع لي تول تيب، او يطلع لي اللي هي الكلاود اللي بيبقى فيها تكست او وورنينج او انفورميشن، من غير ما نحتاج ان انا ادوس على الزرار دوت، وكمان هيطلعها لي بشكل انيميشن لطيف. تعالوا نشوف مع بعض ازاي ممكن نعمل حاجه زي كده. اول حاجه هنعملها هنعمل البطن اللي هنشتغل بيه، فهاجي هقول له تكست وهكتب البطن بتاعي وهخليه بولد وهعمل له اوتو لاي اوت، وهديله الدايمنشنز اللي انا عايزها، وهديله فيل، وهديله لون اي لون اللي تحبه. وبكده هكون عملت البطن بتاعي. تاني حاجة هعملها هعمل التول تيب او هعمل الكلاود اللي هتطلع من البطن ده لما اجي اقف عليه. فتعالوا نشوف مع بعض اعملها ازاي. هاجي هقول له عايز اعمل ريكتانجل، فهدوس هعمل ريكتانجل، والريكتانجل ده يكون 100 في 200 مثلا، وهديله بوردر راديوس 8. ودلوقتي عايز اعمل السهم اللي هيطلع من الكلاود وهيشاور على البطن، فهاجي من هنا وهعمل ريكتانجل، والريكتانجل ده هدوس رايت كليك وهقول له فليب فيرتيكال عشان انا عايزه يشاور لتحت، وهاجي هصغر حجمه، هقول 25 لحد ما اوصل للحجم المناسب، وده الحجم المناسب بالنسبه لي. هالاين سنتر مع الريكتانجل وهوصلهم ببعض بالشكل ده. كمان هرفعه فوق سنه، هرفعه احركه لحد ما يوصل لخط الوسط، وكده تمام. طيب كمان تاني حاجه هعملها ان انا هوصل التريانجل مع الريكتانجل يكونوا جزء واحد. طيب ازاي هعمل هعمل التوصيله دي؟ ان انا هسلكت المثلث مع الريكتانجل، وهاجي هنا هقول له يونيون سيلكشن، هلاقيه عملهم لي حاجه واحده. دلوقتي لو جيت حركته
هلاقيهم بيتحركوا مع بعض. تاني حاجة هنعملها، هاجي هظبط اللون بتاعه، عايزه يبقى ابيض، وهديله افكت دروب شادو. هو مش هيبان هنا، بس هيبان في الفريم بتاعنا لما نيجي نحطه، عشان الفريم بتاعنا بيبقى ابيض. وهاجي هكتب الحاجة اللي جوه التول تيب. هاجي مثلا هقول له هنا alert، هي مش باينة عشان التكست ابيض، هخلي التكست اسود. هاجي هنا هقول له alert، وهاجي كمان هحط ايكون، هختار ايكون من هنا وهقول له import ايكون، وعندي الايكون اهي، طلعها فوق وهعملها اوتو لاي اوت مع التكست، وهعملهم في السنتر وهسيب بينهم مسافة 16. تاني حاجة ان انا هسنترهم مع الريكتانجل، هسلكت الريكتانجل بس. انا ازاي بسلكت الايتم من الجروب؟ يعني انا دلوقتي ازاي عملت سيلكشن على الريكتانجل بس من الجروب ده كله او من اليونيون ده كله؟ ان انا بدوس كنترول وبختار الحاجة اللي انا عايز ادوس عليها. فانا لما دوست كنترول من الكيبورد وجيت دوست على الريكتانجل، هو اوتوماتيك اختار لي الريكتانجل من جوه الجروب. انا دلوقتي عامل سيلكشن على الريكتانجل، هاخد كمان الاوتو لاي اوت اللي انا عملته وهعمل له في السنتر بالشكل ده، وهاجي هعمل سيلكشن على التول تيب كلها وهعملهم جروب. هدوس كنترول جي من الكيبورد وهاجي هعملهم الاين سنتر مع البطن بالشكل ده، وهسيب بينهم مسافة 16. تاني حاجة هنعملها، هنيجي هسلكت البطن والتول تيب وهاجي هعملهم فريم سيلكشن. هاخد نسخة تانية من الفريم ده، هرجع للفريم الاولاني وهسلكت الجروب التول تيب من غير البطن، هسلكت جروب التول تيب بس، وهاجي من هنا وهختار السكيل. السكيل بتساعدني ان انا اصغر الجروب كله حتى التكست من غير ما انا احتاج ان انا اغير في حجم الفونت او في او ان الريسايز يضرب مني. وهاجي هنا هلاقيه ان هو طلع لي البروبرتيز بتاعت السكيل، فهسكيل كمان شويه اصغره اكتر. هلاقيه ان هو رمالي البوزيشن بتاع الايتم او الاوبجكت في الكورنر، فهخليه في النص. هاجي من هنا هقفل البروبرتيز بتاعت السكيل بالشكل ده، وهحرك التول تيب بالكيبورد لحد ما تنزل في نص البطن. طب ليه مش هسحبها من الماوس؟ عشان لو جيت سحبتها بالماوس هيدخلها جوه الاوتو لاي اوت بتاع البطن، وانا مش عايز كده، انا عايزها تبقى ورا البطن بتاعي. فهاجي بالكيبورد هدوس شيفت وسهم لتحت وهنزل لحد ما توصل في البطن، وهاجي من هنا وهسحب الجروب ده يكون تحت الفريم عشان تبقى ورا البطن. وهاجي هنا في اللاير باس ثرو هخليها 0%. وكده نكون جهزنا الحاجات بتاعتنا. هنيجي زي ما عملنا في السلايد شو، هسلكت الاتنين فريم مع بعض وهقول له create component set، وهاجي في البروتوتايب هسحب هكونكت الفريم الاولاني بالفريم التاني، وهاجي هنا هقول له while hovering change to وسمارت انيميت. هغير ease out اخليها gentle وهخليها ثانيتين 2000 ملي سكند. ودلوقتي نقدر نجرب الانيميشن بتاعنا هيبقى عامل ازاي. فهاجي هعمل فريم جديدة، وزي ما عملنا في السلايد شو هاجي في الاسيتس بتاعتي هلاقي الكومبوننت الجديد بتاعي هنا. هعمله كل اللي هعمله ان انا هسحبه وهحطه في الفريم بتاعي، هعمله في السنتر بالشكل ده، وهندوس بلاي وهنشوف الانيميشن بتاعنا هيشتغل ازاي. لو انا جيت على البطن هلاقي ان الانيميشن بتاعي شغال تمام. بهوفر على البطن بيطلع لي الاليرت، ببعد بيرجعه تاني. هقفل التاب دي
وتعالوا نشوف مع بعض اخر طريقة ممكن نعمل بيها انيميشن. دلوقتي انا هعمل 4 كروت، هسمي ده مثلا كارد 1، هعمله اوتو لاي اوت وهديله هوريزونتال بادنج 400 في 200. وممكن اقلل كمان شوية خليهم 300 في 200. وهاجي هديله فيل وهديله لون غامق وهديله بوردر ريديوس. هكرر الكارت ده كمان 3 مرات بحيث ان انا يكون عندي 4 كروت، هسحبهم تحت بعض وهغير الاسامي، يكون ده كارد 2 وكارد 3 وكارد 4. هسلكت ال4 كروت هعملهم اوتو لاي اوت، هسيب بينهم مسافة 64 وعلى الاوتو لاي اوت هعمل فريم سيلكشن زي ما عملنا في السلايد شو، وهصغر الفريم يكون على حجم اول كارت بس بالشكل ده. وهاخد الفريم ده هاخد منه 3 نسخ كمان على عدد الكروت اللي عندي. لما ناخد منه 3 نسخ كمان هيبقى عندي 4 نسخ من الفريم ده، وانا عندي 4 كروت وهو ده اللي مطلوب. هاخد منه نسخة تانية وتالتة ورابعة. هاجي على الفريم الاولاني هقول له كليك كونتنت، انا مش عايز اشوف غير الكارت الاولاني. هاجي في تاني فريم، انا عايز دلوقتي الانيميشن اللي مطلوب ان انا لما هدوس على اول فريم هيصغر ويختفي، وتاني فريم هيطلع ياخد مكانه. فانا دلوقتي عايز تاني فريم تاني كارد هو اللي يطلع مكان الفريم. فهاجي هحرك الاوتو لاي اوت كله لحد ما تاني كارد يبقى مكان الفريم اللي انا عملته، لحد ما اوصل بالشكل ده. والكارت الاولاني هاجي زي ما عملت في التول تيب وهقول له سكيل وهصغره بالشكل ده، وهاجي هعمله absolute position من هنا وهحركه بالشكل ده، وهاجي هنا هطلعه فوق علشان يبقى مخفي ورا الكارت بتاعي. وهاجي هعمل الباس ثرو ب0 وهعمل معلش يا جماعة انا حركت الفريم بتاعي غلط، فهسحبه لحد ما اوصل لبداية الفريم بالشكل ده. والفريم هاجي هعمل له كليب كونتنت، وهاجي هنا هعمل نفس الحكاية، همسك الاوتو لاي اوت، وهنا هنعمل حاجة مختلفة عشان الانيميشن بتاعي يبقى مظبوط. فانا هخفي اول كارت خالص مش عايز اشوفه اصلا، فهاجي في كارد 1 ومن الاول الباس ثرو هخليه ب0، وتاني كارت هو اللي هعمل فيه السكيل بتاعي. فانا اول كارت خلاص خفيته، هعمل له كمان absolute position، والكارت التاني كمان هعمل له absolute position بالشكل ده. وانا ماسك الكارت التاني هعمل له سكيل وهصغره زي ما عملت في الفريم التانية، وهسنتره وهطلعه عشان يبقى ورا الكارت، وهخليه الباس ثرو ب0،
همسك الفريم وهعمل كليك كونتنت، ونفس الحكاية في الفريم الرابع. هاجي هاخد اول كارتين، هاخد التلات كروت كلهم وهعمل لهم absolute position، وهاخد اول كارتين، الكارت الاول والكارت التاني، وهعمل الباس ثرو 0، والكارت التالت هو اللي هسنتره في الفريم، وهاجي هعمل له سكيل بنفس الطريقة بالشكل ده، وهحركها هسنترها في النص وهخفيها ورا الكارت وهديله باس ثرو ب0. وبكده نكون جهزنا الاربع كروت بتوعنا. هنيجي نعمل لهم component set زي ما عملنا في بقية الحاجات، وهنيجي نعمل بروتوتايب نوصلهم ببعض. هاخد اول فريم اوصله بالتاني، وهقول له من هنا on click يغير لي الفريم من الفريم الاولاني للفريم التاني، وتمام بقية الاوبشنز مظبوطة. هظبط بقية الكروت هوصلهم ببعضهم بنفس الطريقة، وهو اوريدي خلاص ظبط البروبرتيز بتاعتي كده تمام. هاجي هحط الانيميشن بتاعي في الفريم، هاجي هعمل فريم جديدة، وهاجي في الاسيتس اسحب الكومبوننت الجديد اللي انا عملته احطه في الفريم، وتعالوا نشوف الانيميشن هيشتغل ازاي. لو انا دوست على الكارت هلاقي الكارت بيختفي والكارت اللي تحتيه بيطلع مكانه، وهكذا في الكارت التاني والتالت والرابع. وهو ده الانيميشن اللي احنا كنا عايزين نوصله. وبكده نكون شفنا مع بعض ازاي ممكن نعمل اشكال مختلفة من الانيميشن. اتمنى اكون افدتكم، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو اللي جاي.